أهلا بكم. جاء الزمن الذي أصبح فيه أصحاب السلطة في ورطة، جاء الزمن الذي غير فيه الرعب مكانه. رئيس يفاوض شعبه من أجل تأمين خروجه، بل ويستصرخ الجيران للوساطة. نعم، أنت محظوظ، أنت في عصر الانتفاضة العربية. منذ 33 عاما دخل علي عبد الله صالح مدخل الرئاسة، والآن لا يعرف باب الخروج. والمخرج الوحيد الآمن الذي يراه صالح أو علي كما يناديه المنتفضون هو التنحي عبر بوابة الدستور، حتى لا يكون مصيره من قصر الرئاسة إلى قصر العدالة كما يشتهي أن يراه أولياء دم بلغ سيله الزبا. الدستور جحر لا يريد أن يلدغ منه المعتصمون مرتين. في اليمن لكم دستوركم ولي دستوري. دستور الرئيس يخول له تسليم الرئاسة مؤقتا لنائبه لمدة لا تزيد عن 60 يوما يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديدة. أما دستور المطالبين برحيله حالا يقول في مادته الرابعة: الشعب مصدر السلطات، وما تبقى من المواد فقد سقط في الدماء. دماء أكثر من 100 قتيل، 50 منهم سقطوا في يوم واحد. المبادرة الخليجية نزلت بردا وسلاما على الرئيس، فيما رأى شباب الثورة أن ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، وهم باقون في الشوارع والساحات، رجالا ونساء، شيوخا وأطفالا، وسيتمددون أكثر فأكثر ما دام صالح عادل عن الحق. يشارك في تحليل موضوع المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية والمعادلة الصعبة للتوفيق بين مطلبي التنحي الفوري والتنحي الدستوري ضيفنا في الاستوديو دكتور عمر عبد العزيز، الكاتب والصحفي اليمني. من اليمن السيد زيد الذاري، مستشار الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام. من اليمن أيضا ولكن عبر الهاتف الناشطة السياسية توكل كرمان، وهي عضو اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية. يشارك في التحليل أيضا السيد جميل الذيابي، الصحفي والإعلامي السعودي. نبدأ الحلقة كما تعودنا بسؤال يتطلب إجابات مختصرة من ضيوفنا. أبدأ معك سيد زيد الذاري في صنعاء. المبادرة الخليجية برأيك هل هي الخطاف الذي سيصنع ربيع اليمن؟ هذا ما نأمله ونرجوه بأن تكون كذلك، ولا بد من توفر شروط ومناخات لتتحقق هذه المقولة من خلال تفهم أكثر للمبادرة وتفهم أيضا لطبيعة الحالة التي تمر بها اليمن من جميع الأطراف على المستوى الداخلي وعلى مستوى القيادات الخليجية التي قدمت هذه المبادرة الكريمة. سيد جميل في الرياض، برأيك هل اليمن أمام معادلة صعبة بين مطلبي التنحي الفوري والتنحي الدستوري؟ نعم بالتأكيد، هي معادلة صعبة جدا، واليمن على مفترق طرق، وأعتقد أنه يتجه إذا لم تتفق الحكومة والمعارضة يتجه نحو الانشطار والتقسيم مرة أخرى. دكتور عبد العزيز، هذه المبادرة الخليجية هل ينطبق عليها القول ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب كما قال المعتصمون في ساحات التغيير؟ لا أدري من قال هذا الكلام، لكن المبادرة هي عتبة مهمة جدا باتجاه المستقبل، عتبة من سلسلة عتبات تؤدي إلى متغير أساسي في اليمن. هذا المتغير سيأتي لصالح الشعب اليمني ولصالح التطور إجمالا في اليمن. ومن هذه الزاوية أرى هذه المبادرة باعتبارها جهد مخلص وصادق، سواء بصيغتها الأولى أو بصيغتها الثانية، بغض النظر عن اختلاف الفرقاء في تأويل هذا النص أو ذاك، لكن في نهاية المطاف مضمون المبادرة يتسق ما كان يقوله دين سياوبينغ: ليس مهما ما لون الهرة، ولكن المهم أن تجيد اصطياد الفئران. نعم. وحوارنا سيستمر بعد هذا الفاصل. من المفارقات السياسية أن الأزمة في اليمن بدأت بالدستور عندما تطاولت عليه الأيدي لانتهاكه، وتنتهي الآن عنده للاستنجاد به من مأزق أصبح فيه إسقاط الرئيس مطلب المحتجين الذي لا يعلى عليه. مجلس النواب لم يجد أجمل من أن يحتفل بالسنة الجديدة بتسهيل تولي صالح أكثر من ولايتين متعاقبتين، فكان أن جنى الرئيس على نفسه، ودخلت البلاد في موجة احتجاجات لا سابق لها قلبت اتجاه بوصلة الرئيس من التمديد إلى التسليم. وبعد أن تعطلت لغة الحوار بين الفريقين، قبل الرئيس مبادرة الوساطة الخليجية على نقل السلطة سلميا في إطار الدستور.
مجلس التعاون اقترح حكومة وحدة وطنية ترأسها المعارضة هدفها تسيير البلاد في الفترة الانتقالية ووضع دستور وإجراء انتخابات، غير أن القشة التي قسمت ظهر المعارضة هو أن جيران اليمن الستة أمنوا لصالح حسن الختام وضربوا مطالب المعارضة في مقتل كما يظنون باقتراح نقل الصلاحيات بدلا عن التنحي الفوري ودرء محاكمة الحاكم في البلاد والعباد منذ أكثر من 32 عاما بالتنصيص على وقف كل أشكال الانتقام والمتابعة. ائتلاف المعارضة المبادرة بعين الحذر وترجمت رؤيته ترجمة موقف الشارع الذي أدار ظهره لأول مبادرة من الخارج في تظاهرات شارك فيها مئات الآلاف في صنعاء وتعز والحديدة وإب وحضرموت، والحناجر تصيح لا حوار، الرحيل هو القرار. نائب رئيس الجمهورية عبد رب منصور تبرأ هو نفسه من المبادرة وقال إنه لن يتسلم صلاحية الرئيس، في حين رآها اللواء علي محسن الأحمر الذي تحمي وحدته المتظاهرين بعين الرضا. وأدى قتل القوات الأمنية ل100 محتج حتى الآن إلى إقناع دول المنطقة بأن صالح أصبح عقبة أمام الاستقرار في بلد يطل على ممر شحن يمر به أكثر من 3 ملايين برميل من النفط يومياً. تتناغم هذه الرغبة في طي صفحة علي عبد الله صالح مع الموقف الأمريكي الذي تغير 180 درجة خلال الأسبوع الماضي من مساند لحليفه في احتواء جناح تنظيم القاعدة في جزيرة العرب إلى مطالب باعتزاله الرئاسة. نقاشنا يبدأ الآن.